ايه هو رد الفعل المناسب لما تعرفي ان خطيبك او جوزك او اللي بتحبيه على علاقة مع طرف تالت؟ هتصرخي؟ هتعيطي؟ هتقولي له سيب البيت؟ هتسيبي انتي البيت؟ ولا حاجة من دول؟ امال ايه؟ مش هتواجهي، هتاخدي بس شوية وقت عشان تعرفي الموضوع ده من A to Z. لازم تبقي شايفة بعينيكي الموضوع ده ايه، هو منغمس فيه قوي، هو لسه في اوله، هما لسه بيتعرفوا، هما ماسكين في بعض بقالهم كتير. طيب انتي بقى علاقتك بيه ايه؟ علاقتكم قوية؟ علاقتكم نص نص؟ مفيش اصلا بينكم مقضيينها رسميات والولاد وبس، كل واحد فيكم في عالم لوحده؟ طب انت عايزة تكملي معاه وتكملي في العلاقة دي والراجل ده يستاهل، ولا انت مش عايزة تكملي معاه؟ بناء على كل ده هتاخدي رد الفعل المناسب برضه في هدوء وعقل. ازاي في هدوء وعقل؟ هتقعدي تتكلمي معاه وانتي هادية وانتي مرتبة افكارك بعد ما خلاص عرفتي بينك وبين نفسك. الكلام بقى هيبقى بينك وبينه بهدوء وبحزم، وانتي واخدة قرارك وعارفة انتي عايزة ايه. لو عايزة تكملي يبقى هتقولي له بقوة انك بترفضي ده، بقوة انك ترفضي ده، وانك مش قابلة الموضوع ده، وانك عرفتي، وتسمعي منه. طب لو انتي مش عايزة تكملي خلاص دي سهلة، هتقوليها له يعني. طيب وهنتكلم فيها بعدين. لو مش عايزة تكملي بتتحسب ازاي؟ هتكملي اوعي تلومي نفسك وتقولي له في نص الكلام اصلها كانت غلطتي. هتكملي اوعي اول ما يقولك والله اصل انا ضعفت غصب عني، فتقبلي الاعتذار كده بسهولة ويسر وخلاص ما حصلش حاجة وبقينا سمنة على العسل بالليل. اوعي. موقفك الحازم والقوي بهدوء من غير انفعال من غير غلط هو اللي هيحدد هو هيعمل ايه بعد كده. هيحترمك ويعمل ستوب، ولا هيفضل مستمر في اللي هو فيه؟ الهدوء 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 والعقل هما أنسب حل لما تعرفي.